بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة المقابلة كانت صعبة، وهذا الشيء حذرت اللاعبين على هذه المقابلات، لأن هاد الفرق اللي كيكونوا كينافسوا باش يبقاو في الهوات ما كيكونوش مباراة سهلة. كذلك لوبجيكتيف ديالنا حنا كبار من هاد الفرق، حنا يعني ايكيب اللي كتقلب باش تطلع دي دو. المدينة كاملة كتساند الفريق باش الفريق يرجع للمكانة ديالو الحقيقية. كنشكركم نتوما كصحفيين اللي قراب من الفرقة كدعموا الفرقة. كذلك ما ننساش الشكر ديال الجمهور اليوم، صراحة كان رائع جدا جدا، وكنوجه ليه الشكر، وكنقولوا ليه من هذا المنبر بان اللاعبين راه حتى واحد ما غيبخل، وحتى واحد ما غاديش يدير شي مجهود قليل. كل شيء غادي يدير ان فور كبير باش الفريق يرجع للمكانه ديالو الحقيقيه ان شاء الله. رضوان، شفنا في الجوله الثانيه ان الفريق رفع الايقاع، الفريق المغرب كلشي، وانتم كتلعبوا في كاس مهوات. واش كيفاش كتاناليزيو المقابلات، رغم ان كنعرفوا دابا حاليا ولا الجو عنده علاقه بالاناليز جو، خاصك تحلل المقابله ويكون عندك محلل اداء. واش كتشتغلوا على هذا المجال؟ وي، المقابله ديال اولمبيك مراكش تفرجت فيها شي 3 المرات هذا الاسبوع. كان صيفط عليا واحد الصديق، تفرجنا فيها، عرفنا نقاط القوه، عرفنا نقاط الضعف. داكشي علاش في الشوط الاول شتي الدراري داروا شوط ممتاز، وكنا قلت لهم اننا خصنا نسجلوا اكبر عدد من الاهداف، والحمد لله اننا سجلنا هدفين. في الشوط الثاني عادي داكشي اللي وقع، لان هذا هو الهوات. كتلعب مع اون ايكيب ما خاسره والو، خاسره بجوج زيرو، صافو ديرها غتلعب جو ديريكت. ما حنتنا شويه، ولكن قدر الله ما شاء. الحمد لله نتيجه ايجابيه، والقادم افضل ان شاء الله. رضوان، الان الخمس دورات الاخيره من الثلث الاخير من البطوله، الانطلاقه بمقابله مهمه الاسبوع المقبل امام فتح سباته، كيف تنظر لهذه المقابله؟ شوف، بكل صراحه اي ماتش عرفوا بانه نهائي، وهذه المباراه شوف كيفاش دازت، ما كانت سهله، كانت صعبه. المباراه اللي جايه اصعب، ولكن كن على يقين بان الا اتحدنا جماهير، لاعبين، لجنه، كل شيء، بان ان شاء الله حتى مباراه ما غادي تكون صعبه، وغنحاولوا ان شاء الله نوجدوا لها في هذا الاسبوع، وغادي نمشيو تما وغنجيبوا 3 نقاط ان شاء الله.